السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد وفي نهار جديد. اليوم الصراحة كنت باغي ندير واحد التصافيرة وكنت باغي نديكم معايا. ساعة كان الصباح كانت الشتا ديال بصح، يعني الشتا ما وقفاتش حتى العشية تا كنت راجع، فقررت عاد نبدا نجبد الكاميرا وندير فيديو. كنت باغي ندير اليوم ريفيو على الموطور ونعاود لكم على الموطور الجديد اللي خديت وشنو اللي مزيان فيه وشنو اللي ما مزيانش، المهم جميع المعلومات عليه. ساعة ما كتبش، فقررت اليوم في هاد الطريق هادي وهاد المناظر الجميلة نعاود لكم على قصتي مع الموطور، كيفاش بدا هاد الحب وكيفاش بدات هاد القصة. ديال هاد القصة هادي الصراحة، يعني تقريبا جميع الناس، جميع أصحاب المطرية كاملين يكونوا دازوا منها، ولكن أنا عندي قصة خاصة الصراحة. المهم ضروري جميع الناس اللي تيكونوا باغيين ياخدوا شي موطور يكون عندهم واحد التخوّف. تتبقى ديما متردد، تتقول راه مشاكل، ها الكسايد، ها الخطر، ها تطيح، ها تتزلق. هذا هو يعني كنا ديما كنت خايف، يعني فحال كاع الناس تقريبا. كنشوف الموطور غير الخطر، كتسمع غير الكسايد، كتقول علاش نغامر براسي ديما. وكنت ديما كنفضّل الطوموبيل على الموطور، يعني بنادم تيقول لي موطور كبير ولا شي حاجة تنقول هذا تيخربق. اش دير بموطور كبير، طيح، كسيدة، لا تقصيتي تتقاس أنت الأول. هي كاين هاد الشي، ولكن هذا تيبقى تخوّف أكثر ما هو واقعي. يعني أنا كنت نفضّل الطوموبيل، واخا الزحام، واخا نخسر عليها، تنقول اللهم الطوموبيل. ولكن ديما الداخل ديالي فيا واحد الفضول على الموطور، تنشوف الناس ديما خارجين، ديما فرحانين، ديما غير الموطور، واحد الإحساس تيعاودوا عليه. ديما تنقول واش بصح هاد الإحساس واش نجرّبوه واش لا. حتى جا واحد النهار، المهم أنا الموطور بديت بموطور صغير. يعني كان مفروض على أساس الخدمة كنت خدام به الصراحة، وكنت درت به واحد لاكسيدو خايبة. يعني كانوا تقطعوا ليا لي كامو في رجلي، المهم شي عام وأنا جالس تقريبًا. المهم عندي تجربة مع الموطور في الأول خايبة جدًا، ولكن واخا هكا ما كانش واحد القرار ساهل زعما باش نبدا في الموطور كبير. ولكن كنت ديما تنضرب ألف حساب، واش ديما تنقول واش نقدر نسوق، واش يقدر يوقع شي مشكل صافي. وتنقول مع راسي إلا ما جربتيش راه غادي ديما تبقى غير في الوهم، ما عارف شنو كاين، وتبقى ديما تتخمم. أول مرة كنت ركبت في الموطور كبير صراحة كنت خايف ديال بصح، ويدي تتعرق وقلبي تيضرب وما تنبغيش نبيّن. تنقول السوقة ديالو تتجيك معذبة، تتقولها الدورة ماشي بحال موطور صغير تتكون محكّم فيه، يعني التجربة أول مرة تتكون في شكل. ولكن شوية بشوية بديت كنرتاح، والطريق مع شديت أول طريق تتحس بهداك الهوا وداك الإحساس ديال الموطور كبير وتتكسيري. يعني واحد الماكينة أكثر من هذيك الماكينة اللي كانت ديال الموطور صغير. يعني تتحس بواحد الحاجة تبدلات لداخل ديالك وواحد الفرحة. يعني كتفكّر، يعني تتسوق وتتفكّر في حياتك مرّة واحدة، يعني غادي في واحد التجربة يا سلام. ما غاديش نكذب عليكم ونقول لكم يعني راه كلشي زوين، ولكن كان ضروري مشاكل، ضروري خوف، ضروري، ولكن كان الحاجة الزوينة، يعني الأشياء الجميلة أكثر من الأشياء الخايبة. يعني التجربة الصراحة أنا عندي مع الموطور ولا جزء من حياتي، وليت كنبغيه، وليت يعني تنهتم به. يعني واخا هادوك المشاكل علموك بزاف ديال الحوايج، والموطور تيعلمك الصبر، تيعلمك ديما تكون راد البال. تتستمتع اللحظة بلحظة، يعني تكون غادي ديما وأنت تستمتع بالحياة. تعلمت أن الموطور ما كيبغيش التهور، يعني ما خصش شي واحد يكون متهور، يعني بالعكس تيبغي شي واحد اللي يكون ثقيل، تكون غادي كمتعة ماشي ديال السباق غادي تكسيري وداك التهور، الطوبل من هنا تدخل من بين الطوموبيلات. هذاك راه أنت تتقلّب عليه الصراحة، هذاك هو التهور اللي تنهضر عليه. يعني بنادم يمشي بشوية عليه، يتمتع باللحظة، يعني يتمتع باللحظة ديالو. الموتور كيبغي الاحترام، الناس اللي تيسوقوا الماطريات تقريبا راه كاملين تيكونوا ناس تقال تبارك الله، تتكون واحد الاحترام ضروري. ماشي تكون غادي دابز مع هذا تسب مع هذا، لا تيبغي بنادم يكون شارب عقلو شوية. والمهم صافي ملي داز واحد شوية ديال الوقت مع هذيك البداية ديال الموتور، صافي ولا الموتور عندي أكثر من أنه وسيلة نقل، يعني ولا
هو واحد اللحظة ديال الهروب من الضغط، من باش تكون معصّب إلا كنتي مهموم، يعني تضربها شي دورة خفيفة كتحيد بزاف ديال الحوايج، ديال الهَم، بزاف ديال الstress، أي حاجة بهاديك الدورة الصراحة تدير redémarrer لدماغك، تولي ترجع واحد آخر، صراحة ترجع فرحان بزاف ديال الحوايج. دابا واخا تنعاود ليكم ما عرفتش، كاين الناس اللي يفهموني وكاين الناس اللي ما تجيهم هضرتي بشكل. لحقاش والله إلا بصح غير ركبة، يعني غير تضربها شي دورة بسيطة وسط المدينة ولا شي حاجة تبدل، تحيد كاع هذاك الأعصاب وهذاك الكبت اللي فكتي تحيد. ومن بعد صافي الموتور ولا عنده واحد البلاصة كبيرة في قلبي، يعني وليت ديما عقلي معاه، واخا تنحيد الموتور واخا شي حاجة، يعني ديما تنفكر فيه، يعني ما نقدرش زعما نستغنى عليه ولا شي حاجة ولا طرف منه. واخا بزاف ديال الناس يقولوا لي لا حيدو دير طوموبيل، خلي الطوموبيل دير، ولكن واخا هكاك الموتور عنده واحد البلاصة كبيرة الصراحة. الناس اللي مجربين والناس اللي عندهم المهارة هما اللي يحسوا هاد الهضرة هادي اللي تنقول. والموتور تيعلم بزاف ديال الحوايج، يعني تيعلمك كما قلت المسؤولية، الهدوء، احترام ديال الطريق، يعني تيخليك بزاف يعني الحرية اللي تتخرج بها راه ماشي هي في السرعة، يعني بهذاك التمتع يعني بحال هاد المناظر هادو بحال هاد الطبيعة، راه واحد الإحساس لداخل وأنت منك الهوا تيضرب فيك وداك الشيء، راه واحد الحرية في شكل، راه يا سلام الصراحة، راه أحسن حاجة، راه ما كاينش شي حاجة يعني غتعيشها في الطوموبيل بحال هاكا ولا موتور بوحدو. وإلا كنتِ ولا شي واحد تيفكّر يعني يشري شي موطور، نصيحة ليك يعني ما تخلّيش الخوف هذاك الخوف ديال الموتور هو اللي يقرّر، تعلّم، جرّب وسوق بعقلك، ماشي تسوقها بيدك وبسيري، يعني بنادم خصو يسوق بعقلو إلا كان خايف، لا ضروري أصلًا ما خصكش يعني تكون متهور، هذا هو التهور نرجعوا نهضروا عليه، يعني تسوق بعقلك، تمشي مرزّن، ترد البال، تحضي مع الحفاري، تحضي مع الزليق، يعني ماشي أجي وكسيري، راسك سيري، راه منك للأرض. يعني ديما خصك تشوف حياتك وتشوف الطريق بجوج. والمهم نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما نكونش طوّلت عليكم، بغيت الفيديو يكون قصير باش نحبس، لحقاش الصراحة كنت باغي ندير فيديو اليوم زوين وباغي نهضر على الموتور، ساعة كان الشتا. المهم بغيت نعطيكم هاد النبذة وهاد القصة ديالي مع الموتور. وأهم حاجة هي ترد البال، رد البال، رد البال ألف مرة، لحقاش تنرجعوا بأنك راه ما حامياك حتى حاجة، من غير أنك تحيد التهور وداك الشيء، خصك ديما تكون غادي راضي البال، لحقاش الطريق ما تعرف شنو كاين، يخرج لك شي كلب على غفلة، تلقى حفرة على غفلة، يعني ديما خصك تكون غادي راضي البال. ونتمنى أنه يكون عجبكم، وما تنساوش خليو أبوني، شي لايك، وقولوا لي في التعليقات واش عندك موتور، اللي عنده شي موتور يخلي لنا النوع ديالو، واللي كيفكر يشري شي موتور حتى هو يقولها لنا، وكل واحد يخلي لنا شنو هي أكثر حاجة تخوفو من الموتور، شنو هو التخوّف ديالك اللي باقي ما بديتيش. واللي عجبك الفيديو المهم دير لايك ودير أبوني، ورد البال، رد البال، الناس اللي تيسوقوا يردوا البال ألف مرة، وشكرًا لكم، تحياتي.